الناس بتيجي المكان ده علشان تتصور فيه وتستجم فيه، وانا النهارده هقدمه لك للبيع، ولأول مرة فرصة لراغبي الاستثمار في مصر ولعشاق طريق مصر اسكندرية الصحراوي. بقدم لك مشروع استثماري على شاكلة المالديف والمنتجعات السياحية الكبرى، وبيدخل عائد مادي كبير جدا، وصدقوني هتنبهروا من الجمال اللي انتوا هتشوفوه جوه. فيلا بينا نشوف باقي العرض مع بعض. أول ما بتخش من البوابة بتاعة المكان بيبقى على يمينك المسطحات الخضراء وبحيرة البط والشماسي اللي معمولة بالتمر حنة والبوص، الأعداد الجميلة. على شمالك أوبن كيتشن أو المطبخ الرئيسي اللي بيخدم على الكامب بتاعنا. ومش هننسى برضو ان انت اول ما تخش هنا على ايدك اليمين فيه بار كافيه لتناول المشروبات او لتجهيز المشروبات الساخنة، هنا مطل على حمام السباحة اللي معانا. هنا طبعا رحلات شوي، استقبال ضيوف، كاستقبال نزلاء، كفندق، كزي ما تستخدموا. المكان صالح للاستثمار وبيدخل عائد مادي كبير، بيستقبل مدارس خاصة. زي ما قلت لكم لو انت راغب الاستثمار في مصر مش هتلاقي مشروع جاهز بالجمال وبالروعة، حاجة كده على شاكلة وديزاين المنتجعات السياحية الكبرى. ده المطبخ موجود معاه بعض الألعاب للتسالي. المطبخ بكل تجهيزاته والمشروع بتاعنا بكل مشتملاته. ده مطبخ لتجهيز لو انت عندك حفلة هنا او عازم ناس، عندك ضيوف ممكن تستقبلهم هنا. مكان مفيش اروع من كده للايجار الشخصي، او ان انت ممكن تستخدمه لاغراض كتيرة اخرى. عندنا هنا دي البحيرة، وده مسطح كبير عليه ترابيزات وأعداد جميلة جدا زي ما قلت لكم، كراسي وترابيزات كده شيك جدا. المكان عندنا بالكامل مكيف مفتوح، تكييفات صحراوي في المكان موجودة في كل مكان، كل قاعدة لها تكييف صحراوي كبير. المكان إنارة ليلية مكيف. هنا في حفلات حفلات شوي بتبقى جميلة جدا. يعني تيجي هنا بالليل معاك ضيوف تشوي هنا اللحم هنا والمندي، حاجة جميلة جدا في منتهى الحلاوة. عندنا الاريا دي بالكامل
زي ما انتم شايفين القعدات الجميلة، كل قعدة لها تكييف صحراوي، الممرات كلها بالرخام والزلط الألوان، حاجة في منتهى الجمال. الألعاب المائية عندنا في كل مكان لاستقبال الأضياف، لاستقبال الضيوف، لأن في ساعات مدارس خاصة بتجيب الطلبة ويجوا يقضوا يوم هنا للترفيه، بيبقى في منتهى الروعة والجمال. وكل من جه الكامب وحضر هنا في الكامب أشاد بالتنظيم وأشاد بروعة التصميم وأشاد بذوق وجمال المالك. مشروع استثماري جاهز، حابب تاخده يبقى ده منتجعك الخاص بيك الخاص بيك بها ونعمة. حابب تستثمر فلوسك مش هتلاقي أفضل من كده للاستثمار. عندنا دي طبعا ده بيت النعام، عندنا حديقة حيوانات، ده بيت النعام اللي موجود، ده الطاووس، بيت الطاووس، حاجات كده تسلي للأطفال والضيوف اللي بيجوا يحضروا هنا في المكان. دي ساقية ألعاب أطفال، بيت النسانيس، وعندنا الخيل بقى اللي موجودة في المكان، حاجة في منتهى الجمال. قبل ما نروح للخيل، نادي الرماية، عندنا مكان مخصص لضرب النار، مكان خاص للرماية. عندنا 10 شاليهات موجودين في المكان. عندنا الشاليهات اللي موجودة، في شاليه الديزاين بتاعه 2 غرفة وصالة وحمام، وفي شاليه غرفة وصالة وحمام. يعني ده الديزاين اللي موجود بالنسبة للشاليهات. المكان كله زي ما انتم شايفين محاط بسور. عندنا جسر للتسلق زيب لاين، وعندنا بحيرة. طبعا زي ما قلتلكم هفرجكم على كل حاجه بالتفصيل. هنخش الشاليهات دلوقتي. ده شكل الشاليهات اللي موجوده، حاجه مبنيه كده بشكل حضاري وشكل كده يعني مطعم بين الكلاسيك وبين النوبي وبين الاندلسي، حاجه في منتهى الروعه. ده نموذج من نماذج الشاليهات اللي موجوده معانا، وده نموذج اخر 2 غرفه، نموذج كبير، ده نموذج صغير. باقي الشاليهات هناك. هنخش معاكم الشاليهات وهفرجكم على كل حاجه بالتفصيل. بس ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناه علشان عروضنا دايما تصلك باستمرار. هنا نادي الفروسيه، عندنا 6 فرس موجودين في المكان، خيل عربي اصيل. ده ملعب الخيل اللي موجود، دي الخيول اللي موجوده ما شاء الله، حاجه جميله جدا. عندنا برضو ملعب لكرة القدم، ملعب لكرة الطايرة، عندنا ملعب تسلق. تعالوا نخش شاليه الأول. هنا الممرات بتاعة الشاليهات، هنخش معاكم شاليه أو 2 علشان أوريكم النموذج اللي موجود. طبعا المكان كله مسقوف بالخشب، مكيف المكان بالكامل. طبعا التصميم ده بيجمع، ده نموذج، ده حجرتين غرفتين، كل غرفة بالقعدة. نموذج بيجمع بين النموذج النوبي البدائي الجميل ولكن بطريقة مطعمة بشكل كده، طريقة حضارية، حاجة كده في منتهى الشياكة، وبرضه مطعمة كده بحاجات أجنبية كده أندلسية. هنا 2 غرفة و2 حمام. ده نموذج شاليه،
كابينة الشاور، مكان مجهز للإقامة الكاملة. ده نموذج 2 غرفة، شاليه 2 غرفة، جناح 2 غرفة. هوريكم نموذج آخر عبارة عن غرفة واحدة وحمام في المكان. دي غرفة بحمام، تكييف، تلاجة مشروبات، مراية، قاعدة كده ايه ظريفة، استقبال فندقي على أعلى مستوى. دي الاريا دي طبعا لو عندنا حفلة بيقعدوا تحت الشمائس الجميلة ديت اللي معمولة بالبوص. هنا برضو عبارة عن قعدات بكراسي من جذوع الأشجار. المكان كله يا جماعة عبارة عن تحفة فنية. هنا دي زلاجة للأطفال، وده ملعب صابون برضو خاص بالأطفال، بس هو ملموم مش شغال طبعا عشان ما فيش بيشتغل لما يكون فيه نزلاء. المكان ممكن نستخدمه كفندق أو منتجع خاص بالتذكرة، زي ما الملك شغال دلوقتي بالتذكرة، كل فرد ليه بيقطع تذكرة قبل ما يخش المكان الجميل ده، وشغال برضه أسر، وشغال فندق استقبال نزلاء. في برضه عرسان بيجوا يقضوا شهر العسل هنا، بيحجزوا أسبوع 10 أيام في بداية الزواج، بيجوا يقضوا هنا أسبوع في منتجع كامل، خدمة 5 ستار 7 ستار، يعني حاجة كده على أعلى مستوى. دي بحيرة الوز والبط والفلامينجو، حاجة كده من الحاجات اللي انت تقعد عندها كده أعصابك تهدى. طبعا مطعمة هنا بالأحجار وبيوت للوز والفلامينجو. وهنا الجسر، ودي هنيجي عندها دلوقتي، دي نطاطة للضيوف والأطفال. ده بيت للكلب. هنا المسجد اللي موجود في المكان، حتى المسجد معمول بشكل جميل جدا. السور، كل تفصيلة في المكان يا جماعة وراها حكاية ورواية، والمكان عبارة عن تحفة فنية بالكامل، تقدر تستمتع وتستجم فيه. عاوز حد فاهم يكون هو بيعمل ايه علشان يخش بقلب جامد. استثمار مضمون، عائد شهري او عائد سنوي كبير جدا. ده الزبلاين اللي هو الخاص، ديري كده بيركبوه تسلق الحبال على الحبال اللي موجود في المكان. في حاجات كتيرة في المكان يا جماعة، بصراحة مكان تحفة فنية. ده ملعب تسلق، ملعب طايرة هنا على الرمال. يعني انت بتيجي هنا علشان خاطر تطلع كل الضغط اللي عندك، وهنا تفرغ كل الطاقة السلبية في المكان الجميل ده. هنا هو اتنفخ اللي هو النطاطة اللي موجودة في المكان، بتطلع هنا على الجسر ده او على الادوار ديت، وتنط هنا على النطاطة دي. نتكلم في تفاصيل جوهرية في المكان بتاعنا الجميل المميز، الفندق أو المشروع الاستثماري الجميل اللي محتاج مستثمر يكون عنده أفضل منتجع على طريق مصر اسكندرية الصحراوي. اللوكيشن انت في الجهة المقابلة لهايبر 1 على شرق طريق مصر اسكندرية الصحراوي، بينك وبين زايد وبين القاهرة وبين أكتوبر وبين الكتل السكنية واللي هي العاصمة نص ساعة 30 دقيقة فقط لا غير، وبينك وبين زايد 20 دقيقة فقط لا غير. المساحة الإجمالية 5 فدان، المشروع مقام على 2 فدان وقابل للتوسعة. 3 فدان ممكن تعملهم نادي فروسية كبير أو تستغلهم أي استغلال يخدم على المشروع بتاعك. عندنا ملكية
مسجلة تسجيل شهر عقاري. مباني اللي موجودة عندنا والنشاط عندنا موجود، كل الورق الملكية ما يثبت ملكية المالك مسجل تسجيل شهر عقاري. كمان المكان بتاعنا فيه بير خاص وفيه محول كهرباء 200 كيلو، كل حاجة مستقلة للمشروع بتاعنا، مفيش حد بيشاركك في الخدمات والمرافق بتاعتك اللي موجودة في المكان، كلها مستقلة، قريب من القاهرة. لو جاي لك ضيوف، جاي لك نزلاء، انت في اريا وفي لوكيشن قريب جدا. ده مشروع ممتاز جدا. كمان احنا بنقدمه بسعر ولا في الأحلام، بسعر جميل جدا. انت بينك وبين طريق مصر اسكندرية الصحراوي خطوات، انت على اسفلت رئيسي، بره المكان اسفلت بالكامل. المكان عندنا فيه امن وحراسة 24 ساعة، حاجة افضل من كل المشروعات اللي اتعملت على طريق مصر اسكندرية الصحراوي. المكان احنا بنقدمه بسعر 20 مليون جنيه لسرعة البيع ولجدية التنفيذ. 20 مليون جنيه. سعر الفدان فاضي في المكان أصلا وصل 3 مليون جنيه و4 مليون جنيه في المنطقة بتاعتنا ديت. احنا بنقدمه بالمشروع اللي عليه بسعر 20 مليون جنيه للمستثمرين الأجانب، المستثمرين المصريين. فرصة فعلا بنقدمها لكل متابعين وعملاء سفنكس للتسويق العقاري لاغتنام الفرصة، وربنا يبارك للجميع ويبارك للمشتري. واحنا في خدمة الجميع المهتمين بنقول لك تعالى عاين، تعالى افحص اوراق الملكية بالكامل وتأكد، وبعد كده اشتري المكان. هتلاقينا كلنا في خدمتك. ببلغكم تحياتي وتقديري، وما تنسوش الاشتراك في القناة علشان عروضنا دايما تصلك باستمرار. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.